مرحبا عيوني، شلونكم حبايبي؟ يا رب يكونكم بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. رجعنا لكم بعد العيد، طبعا الفيديو حلو وإن شاء الله مستمرة أنزلكم فيديوهات اللي ما كنت نزلتها قبل برمضان يعني صراحة، لأنه ما صار عندي وقت والنت مالتي ما أدري إيش بيه دا يخرب، يعني صار التوقف في كل هواية، فقلنا نجيب لازم أبو النت ويسوي ويانا. هنايا بلشت أشيل الشغلات الرمضانية، تعرفون بعد رمضان خلاص وما نحتاجه إن شاء الله سنة الأخرى إذا الله طالع عمر وعافية إن نجي ونسوي ركن الرمضاني ونزيد عليهن مثل هالسنة. هاي الصينية ما أحتاجها، هاي الفوانيس ما أحتاجها، هاي المضيفة ما أحتاجها. يا كاكا هاك ما أحتاجهن كليتهن، خلصن موسمهن. شوفوا هذا الكاظم ما يخليني أسوي شيء، يلعب هو وأيمن ما يقبل يلعب بالسيارة مالته. المهم حبايبي، إذا سمعون صوت عادي ولا حتى منتجيكم أو ما منتجيكم تصير هماتي أصوات، تعرفون صاحبة أطفال. المهم هنايا بلشت بالتنظيف. هذا الفانوس شلته ما أحتاجه، مالتي هاي مقدمات الفانوس شلته ما أحتاجه. تشوفون هاي الشغلات البسيطة اللي حشيلهن مالات رمضان. طبعا هي حتى لو بقين شي حلو بس لا والله، يعني اعتبرت هذا مال رمضان وخاص بي لازم ينشال. المهم حبايبي، شكرا على تعليقاتكم، شكرا لتفاعلكم الحلو. وهذا ايموني يحب يسلم عليكم، طبعا ايموني من زمان ما مسلم عليكم، يحب يخلي روحه هالايام وياي بالفيديوهات. هسه الناس سويت غسلت هذا المفرش ورتبته، يعني فوق ما غسلته ومسحته. شوفوا بس دا يلعب، أنا ما أدري بيه. هاي البغداديات ما شلتهن، يعني كلش أحبهن واحتمال أزيد من عندهن يعني صراحة أكو هسه يقولون هذا للتعبد، لا أنا ما، طبعا أكيد أعرف إن الله وحده ولا شريك له. زين، فهذا بس هيك مخليته. وشوفوا كملت. وهذا الحلو مالتي أقولكم هلا، وهماتي أنا يحب يشارك. هنا هذا القوري عندي حجيبه بدال الفوانيس. وبس يظل يقولكم هلا. مساحتين أكيد استخدمتهن مرة واحدة بس حلو استخدامهن، إذا تحبون تاخذون. أنا أخذته ب16,000 سيت كامل ب16,000 بس حلو، يعني شي كلش حلو راقي، بس مو مال 24 ساعة مثلا على النار أو كذا، لا ما يصير، فقط يعني هيجي مرات تطلعونه بالشهر مرة تشتغلون بيه وتسوون بيه شاي. المهم حبيباتي، هنا كملنا الكاونتر وصار بهالشكل هذا، بسيط وحلو ومو فارغ. أنا ما أحب هواي يكون هوس على الكاونتر صراحة، أبد ما أحب الهوس على الكاونتر. هنا بلشت أعزل بالكاونتر، طلعت شكو شغلات، شكو مواعين، ومسحت الكاونتر كليته، لأن تعرفون أنا صار لي شهر كامل أستخدم المكان بدون ما أنظف، فقط أرتب يعني أغسل المواعين أرتبهن أرجعهن بمكاناتهن، أغسل المواعين أرتبهن أرجعهن بمكاناتهن بهالشكل هذا. لأنه رمضان مدى نلحق كنا، خاصة يعني قلت لكم 10 الأخيرة ما شاء الله، يعني يا رب يتقبلها من عندنا، ما كنت ألحق نهائيا. فهنا سويت قعدت تربعت وقعدت قلت خلي أنظف الكاونتر من الداخل.
زين هنايا رجعت المواعين كما كانت، بس مسحت ونظفتن واني غاسلتن اكيد، وغيرت كم شغلة وشلت كم شغلة اللي ما احتاجها. هاي مواعيني يومية، اني بشكل يومي جت استخدمه، لانه تعرفون عائلتي ما ياكلون هواية، فخلي لهم مواعين هيجي وسط تكون احسن، حتى الاكل لا يتبذر وبنفس الوقت على قدنا. هنا طلعت المجار، كل المواعين اللي كانت بيها والخواشيق عفوا يا مواعين. اذا عادي اذا سمعتوا اسحق، لان بعدني صايمة صيام شوال ان شاء الله. غسلت اللي اخلي بيه الحافظة مالت الخواشيق، غسلتها واكيد امسحها بالخاولي. طبعا اليوم طولت لكم الفيديو. طبعا على مود شنو هذا كوكي ما يقبل واحد يمد ايده على كليتشة، يريد ياخذ كليتشة، لانه على طلبكم ردتوا فيديو طويل. بس اني بالنسبة لي هو صح فيديو طويل يفيدني، وبنفس الوقت لا، اثناء التحميل يتأخر، مرات يوم كامل مرات يومين، لانه النت عندي مو شي صاير. فلهذا السبب اسوي لكم فيديو قليل، حتى اذا احمله من وقت يعني اقدر انزل فيديو. هنا رتبت الخواشيق والشطلات ورتبنا. هاي المكسارة مالت الجوز او الملاعق تقولون انتو بكيفكم، هي المهم خواشيق. قطعة مالت البيتزا، وهاي جواريني جايبيلي كليتشة هنايا. يلا تعالوا نطلع المجر الثاني. طبعا القى بيها شغلات ما اعرف منين داخلة بالمجر، يعني ما اعرف انتو هماتين هيش لو، بس اني شغلات ما غير مكان يجيبوها يخلوها، مثال بالمطبخ اذا بالغرفة. هسه اني اطفالي غرفهم واحد، تصدقون القى ملابسهم عندي. زين ليش ما اعرف هم بكيفهم، لازم اقعد وراهم واصيحهم يلا تعالوا وياي. هذني مشتريتن اصلا ولا مستخدمتن، اخذت الوحدة على 1500 وكوبين، وحدة 1400 من زمان اخذتن. طبعا مجت بذاك البيت، اني احب هيك شغلات، احب احتفظ خواشيق شطلات سكاكين بعد التفجير الشمس، احب احتفظ بهاي الشغلات تكون عندي جديدة وما مستخدمة، لانه هذا بيت وكل شي يحتاج واحنا كلنا نعرف. يعني كل ما يصير عندي وقت او يصير عندي مجال امر للسوق، امر للمول، اي مكان اجيب واخليه بالبيت. طبعا هاي وجبة هيك مخليتها، لانه هو الوجبة الثانية فوق صراحة ضمتها يعني بكنتور فوق، مو كنتور هو انما معرض خلي بيه فراش، والجو مالته كله بوب، فاكو نص هناك محتفظة بيها، يعني شغلات اللي ما احتاجهن، يعني تعرفون كاونتر ما يلزم هواي مكان يعني شغلات، فمخليت هناك. والنص الثاني اللي احتاجه لا هنا. شوف هاي هنا سقف ينطي كان رطوبة، فيوقع من عنده هيجي مثل املاح ثلوج، انا اسميه ثلوج. المهم هنا طلعت الوجوه مالت المخاط حتى اغسلهن كليتن، لانه هذا يومين قبل العيد، يومين قبل عرفات يعني اعتقد هذا الفيديو صار عندي. وهنا كليتن لازم اشيلهن واكيد اوديهن الغسل، مو عبالكم غسل برا، لا هنا بالغسالة مالت البيت. هنا شوفوا الرطوبة صاير، لانه هو من المطر، احنا ما مسوين بعدنا فلان كوت. سمعاني بيقول لكم نجار بابا مخلوع، هذا احنا. ابو ايمن يعرف من هاي الشغله مالت الفلان كوت وما مسوي لحد الان البيت، وحقه طبعا، لانه احنا قعدنا يلا باستعجال وكل شيء ما اعطينا مجال لهذا السبب. هسه اكنس هناي وحدي، طبعا هنا كل الشغل حاليا وحدي، ما احكي لكم قعدت من ساعة 9 وهنا تقريبا 12:30 صليت الظهر، وقلت يلا خلي اكمل، يعني بعد اكمل شغلي لحد ما يجي ابو ايمن. يعني انا ما اقدر اشيل زوالي وحدي، الخفيفات اقدرنهن، بس يعني اللي اشوف ثقيل لا والله ما اقدر، فانتظر ابو ايمن يجي. ولا تسوون هاي تركزون لابسه جواريب او قدم ولابسه هاي،
فأنا إذا أشتغل كنت وبعدين على مود التصوير ولا إذا ماكو تصوير عادي إيش كان نلبس، لأن واحد من يتحرك تصير له حارة وهاي. وتعرفون بعد هنايا شوفوا جبت الوسخ اللي ماكو، هاي هالسنة ما عندي مكنسة، الزولية ساحبة شكو تراب وشكو شي جوا، فهذا ما تقدر أشيل الزولية، هاي مات موسم كامل الحصاد. المهم تعالوا خلينا نسوي لنا خلطة حلوة. قبل هاي الخلطة لازم أرش دوسي بالقاع. هذا الدوسي كلش حلو، هذا المنتج ينظف السيراميك، طبعا مو اعلان لانه اني اصلا اشتريته بفلوسي ولا عند الشركة مالته وين. هنا خليت قاصر الصحات وخليت العملاق زين، وهو هذا الدوسي حبايبي، هذا الدوسي فد شي بداعة، بس شنو ما احكيكم ديروا بالكم لبسوا قفازات او كفوف لانه ايديكم تتأذى كلش، هواي تتأذى. وبالجلافة واكيد تنظفون المكان. شوفوا اني هنا صار عندي طبعا بعد ما نظفت اكيد نظفت وحدي لانه ما قدرت الزم الكاميرا واصور. هنا جاء ابو ايمن ساعدني شال وياي الزوالي، فشوفوا البياض يعني صار كلش حلو ناصع. بس انا اقول لكم يحتاج لي بعد مرة واحدة بس مو هسه، لانه احنا الشربت مال بين السيراميك ابو سيراميك مو مسوي لنا زين، يعني نسوي شربت خفيف شلون نقول شفيان شر بس على مود يخلص ويروح، لان احنا حتى نص شغله الفوق ما ردنا، يعني احنا ما ردنا قلنا له روح ما نريد تشتغل ويانا، يعني تشتغل لنا سيراميك. هنا الزوالي كلها شلتها زين. ليش شلت الزوال؟ لانه الجو كان كلش حار. هسه صح شويه عندنا الزخ مطر حاليا بكركوك، بس شنو لا جبت هذا او هذه الزوليه الصغيره كانت بغرفه النوم، جبتها هنايا فرشتها. وشوفوا كتاكيتي دا يلعبون ويا ابوهم، هو يلعبهم بالطوبه ويشمر الكوكي وايمن ونبأ وياه لازم يلعبون. ما عليكم كوكي دا يجي صوته متعلم بكي هاليومين، متعلم يلج على اقل شغله يبكي ويلج زين، ما اعرف ليش. يشوفون دا يلعبون. قلت لهم عبالك ما اول مره افرش زوليه. المهم حبايبي هاي الغراض اللي شفتونها سوادين اشيلهن. وابو ايمن شوفوا ايش جاب لي هاي المضيفه مالت الشكليت زين، جاب لي هاي المضيفه مالت الشكليت. قلت له انا ما اريد هاي انت جايب لي اياها. قال لي ايمن والله دورتكم ما لقيت، فلقيت هذا حلو قلت يلا خل اخذ شال اشمر كل شغل. هذا مال قديم الزمان، هذا مال قديم الزمان. قال لي هسه مشينا بقديم الزمان وعد ورا العيد اذا عجبك روح اشتري اللي عجبك. هنا سويت عصير بطيخ ورا ما كملت شغلي اكيد. شوفوا انا كلش احب البطيخ، خاصه من يجي موسم البطيخ بعد خلاص ما ينقطع من بيتنا. احب المشمش البطيخ هاي سوالف. هنا بعد ما كملت انعزمنا ببيت عمو بعد يعني على الفطور، يعني انا كل شيء ما سويت انتو سمعوا صار ببغاء اي شيء اقول هو ماتنا يقول وياي. اسمعوا انعزمنا على الفطور. هذا